السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، الله عز وجل قال يعني خلق الإنسان في الكبد. وسبحان الله الإنسان برضه خلق ضعيفا. وسبحان الله يعني أتت السنن. الله عز وجل يعني حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات. وقال يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أنا واحد ملتحي. لما التحيت الأمر ما كانش سهل. كان فيه طبعا مقاومة زي أي أسرة يعني. واللحية العلماء لما تكلموا فيها قال هي واجبة، حاجة من لم يفعلها من الرجال يأثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعفو اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، وهكذا يعني يعفو اللحى. فخلاص الواحد خد ده، وفي المقابل يعني كان في مقاومة برضو من الأهل. سبحان الله يعني ربنا قدر والدنيا مشت. ربنا عز وجل قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو الإنسان هيبتلى في الدنيا بما يحب أو ما يظن أنه يحب. فأهم حاجة اللي الواحد يعرف حكم الحاجة اللي هو بيعملها، وبعد ما يعرف الحكم بتاعها يشوف يبتدي يوازن المصالح والمفاسد. فالشيء اللي أنا هعمله مثلا لو هو مستحب ووالدي قال لي ما اعملوش، فطاعة والدي واجبة والمستحب فمرتبة لعلها أقل، فممكن ان انا اطيع والدي ومثلا اترك مفضول بفاضل مثلا. ولكن لو علمت ان الامر بقى واجب كما قال اهل العلم، اجتمعوا على ان تغطية المرأة لوجهها في زمن الفتنة واجب، لم يختلفوا في ذلك الأئمة الأربعة. في غير زمن الفتن بقى قالوا وهكذا. تمام. فأنا عرفت بقى الأمر واجب، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويستقر قلبي إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم حيث يشاء إذا أراد أن يرضي قلب أمي عني أرضاه. والعكس بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولكن الواحد محتاج يقين. ربنا عز وجل قال حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا. الامر مش سهل، والامر عمره ما كان هيبقى سهل. واللي انا بنصحك بيه طالما الشخص عارف الحكم الشيء يستقر قلبه على اساس ان ربنا هيرضي قلب الشخص عنه. وعايز اعرف برضه لو الموضوع مش في النقاب بس، بل في فتيات الامر بيبقى فيه الحجاب، بل يبقى فيه الصلاه، بل يبقى فيه لبس العباءه. والامر ده حصل تقريبا مع كل حد التزم. الله عز وجل يبتليه والموضوع بيمشي وبيتنسي وبيبقى العبء. يعني الناس بتتغير وتلاقي والدتك اللي كانت متضايقه خلاص بقت كويسه، ويبقى عبء العباده في ذهنك. تلاقي تقول الحمد لله بقى كله كويس، ما بقاش حد بيقاومني، فانا ما بقاومش حد. جميل جدا. بس انا مقتنع بالنقاب ده اصلا؟ هو انا لابساه عن اقتناع؟ هو انا بعمل بمقتضاه؟ هو انا لابساه صح؟ فتلاقي مثلا واحده منتقبه متبرجه يعني بتفتن بنقابها اكثر لو هي مثلا لم ترتدي النقاب، وان كان النقاب كما اراه واجب، فهو كده لازم المراه تلبسه. فهتلاقيها مثلا عامله عينيها وبتاع مش عارف ايه، ممكن تبقى اكثر فتنه من لو قلعت النقاب اصلا. ممكن هي مش كده وحشه اصلا،
بس هي لابسه النقاب بقى وعامله بتاع، في كل واحد شايفها يقول لك ده ملك الجمال عزبه البقر. فسبحان الله، اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان الانسان في طريقه الى الله عز وجل سيبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل اليه الوحي، السيده خديجه خدته الورقه بن نوفل، قال له: وان قومك لمخرجون. قال: ومخرجيهم؟ قال: ما اتى احد بمثل ما اوتيت الا وعودي. مفيش. هو سبحان الله 13 سنه في مكه بيعذبوا. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى ال ياسر، قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. 13 سنة يلقى على ظهر سل الجزور، يضرب، وهكذا يسحر، يسم، تكسر رباعيته، يدخل مغفر في رأسه، حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بلاء في كل شيء. فالإنسان يبتلى، ولكن يبقى بقى لما الواحد بقى يبقى حارب بقى دايما. لما الواحد زي الفيزياء كده، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار وعكس له في الاتجاه. طول ما حد بيزقني، طول ما انا قاعد بعافر، طول ما انا قاعد بعافر. طب لو ما فيش حد بقى بيزقني، ما حدش بيقول لي لا ما تلبسيش النقاب، لا ما تلتحيش، التحي يا عم، قصر ثيابك، انزل صلي في المسجد. لو بقى لقينا الطاعه بقت كويسه وما فيش حد بيحاربنا، احنا هنعمل ايه؟ تلاقي اكثر الناس بتنتكس. عنتر بن شداد بينتكس، ويلاقي ان الامر كان امر هوى. انا معجبه بالمنظر ده، شكله ظريف، الحجاب شكله لطيف عليا، بيخفي شعر المجاعه وهكذا. فتلاقي واحده مثلا بتلبس، تعمل شعرها كده وتنزل في الجيم وتصور بقى في الجيم وتطلع بقى بودكاستات بقى وتعمل مش عارف ايه تمام. فانا اللي انا عايز اوصله لك، مفيش حد سبحان الله بيعمل عباده ربنا عز وجل الا ويختبره. وهذه الدنيا ما هي الا اختبار. نجحت دخلت الجنه، سقطت دخلت النار، عملت نص دخلت النار شويه، بعد كده ان شاء الله ندخل الجنه مثلا. والانسان ان لم يبتلى في الحق ابتلي في الباطل. ونبلوكم بالشر والخير فتنه، ويألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هم مش مسلمين وانتم مسلمين، وانت ده بيقتل وده بيقتل، ده بيصبر لشيء وده بيصبر لشيء، ولكن انك ترجو الجنه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقال للصحابي: يكفر فلا يكفر، واكفر فلا تكفر. سيدنا بلال يقول: أحد. سيدنا أبو بكر يروح ويتضرب لغاية لما يظن أنه مات. الله بن مسعود هكذا، مصعب بن عمير هكذا سنة الحياة. والإنسان يبتلى في الباطل ويبتلى في الحق، وطول ما هو ماشي في حياته بيبتلى في دراسته، بيبتلى في التعاون، والإنسان سبحان الله أمه ممكن تعمل معاه كده في مليون حاجة تانية، مش في لبس النقاب بس. ده دلوقتي الواحد بقى بيشوف حاجات غريبة. ده والله أرى أمهات أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم، بتلوم بنتها وبتعذبها عشان لسه لغاية دلوقتي ما جابتش عريس، وكانت محجبة وقلعت الحجاب. كل شويه تقول لها: انت ايه هتفضلي قاعده لي كده؟ وبقى تبقى تتبسط قوي لما تبقى مصاحبه ده ومصاحبه ده ومصاحبه ده. تقول لها بقى: يلا بقى هاتيلي بقى العريس بقى. وناس نظيفه وناس متعلمه وناس متربيه مش متربيه طبعا. فخير للمرء ان يبتلى في الحق على ان يبتلى في الباطل. فتنه الواحد يصبر عليها، ولكن بعد ما تعدي. وانا اعرف ناس لما انتقلوا راحوا قاعدين في البيت وكانوا عايشين حياتهم ولبسوا العبايات ولبس الفضفاض وبتاع، لغايه لما سبحان الله ربنا غير قلوب اهاليهم عليهم. بل والله اعلم، ودي ناس قريبه ليا يعني، بل امها قعدتها في البيت وقالت لها مش نازله وبتاع، وكان حوارات وخناقات والبنت قالت لها: انا مش هنزل، مش مشكله، مش هنزل. امها منتقبه دلوقتي، اللهم بارك وخاتمه لكتاب الله. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ولكن اليقين تبتلى. الرقاصه بتبتلى وبتبقى عندها ازمات نفسيه، وعايزه اثبت نفسي، وانا طالعه بأدي دور، وعايزه فلوس، وورايا بيت، وعندي عيال، وعيالهم عندهم مستقبل، وانا تعبانه جدا، برقص بمجهود كبير جدا وهكذا. المغني اللي بيطلع يقول لك: انا متعذب، انا تعبان، باخد ملايين والبتاع ده، بس انا تعبان. الانسان يصبر على طاعه الله عز وجل،
ويصبر عن معصية الله عز وجل، ويصبر على أقدار الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله عز وجل قال الا بذكر الله تطمئن القلوب. الواحد يذكر الله عز وجل في اعماله في طاعاته في تلاقي سبحان الله. وان اوذي كما اوذي مصعب بن عمير وغيره ممن عذب زي سيدنا بلال، ولكن يشعر بطيب الدين في قلبه فيصبر. فنصبر ونحتسب. وتاني انا بقول بقى الامتحان الحقيقي لما كله يهدى، لما الموج يبقى رايق، احنا هنعمل ايه في بعض؟ احنا هتبقى واحده منتقبه وهي لابسه لي بس بتاع كده ونقاب قد المنديل وماشيه كل شويه ترفعه نص منديل، ده مش لابسه مثلا الكبات بتاع الاخوات ونقاب وملابس فضفاضه وملابس غامقه مش لبس شهره. تلاقي الواحده مثلا منتقبه وعامله رفارف هنا ورفارف هنا على اساس واحد كان بيقول لي والله بس باتمان ماشي تمام. طبعا مش سواد انا قصدي، بس اللي هي تلاقيها عامله حاجات غريبه جدا جدا، يا عبايه مزركشه يا ضيقه يا نص ونص يعني انا قصدي سبحان الله في من التبرج في العبايات، وفي تبرج في غير العبايات. طبعا ده واحد اقل من الثاني، ولكن تاني لما يبقى الامر لنا وربنا ييسر لنا الطاعه وييسر لنا الخير نعمل بقى الصح، نثبت على الحق، نثبت غيرنا على الحق، ونتعلم من الدين ما يثبتنا على الحق. يبقى عندي من العلم الشرعي اللي انا اصبر به على الطاعه واصبر عنه عن المعصيه واصبر به على اقدار الله. ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، والبس الحاجه بحقها وي وما بقاش بقى منتقبه وبكلم ولاد، منتقبه وبعلي صوتي في الشارع، منتقبه وبعامل اهلي وحش، منتقبه وكذا. هو كده لازم تبقى منتقبه زي ما انا لازم ابقى ملتحي، ونحسن من نفسنا على راي اللي هو ايه، النقاب واللحيه دي مش احنا اللي بنربيهم. احنا طبعا محدش بيطلع له نقاب، بس لكن يعني اللحيه مش احنا اللي بنربيها، هي اللي بتربينا. الواحد في الاصل له لحيه، والمراه بتتستر، كلما تسترت كلما كان خيرا لها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير صلاة المرأة في حجر دارها، في الأوضة بتاعتها، في الخدم بتاع الأوضة بتاعتها. ليه؟ لأن المرأة ولا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا، اللي هو نهى عن اللي هي المرأة الخراجة اللي هي كل شوية بتخرج كل شوية بتخرج، لا، ساكنات البيوت. والله المستعان. وتاني ما بقاش منتقبه ورايحه بقى عشان انا منتقبه، عشان اللي عايز اللي بيحبني عايزني منتقبه، فانا بقى رحت لابسه النقاب بقى بحيث لا بقى لما يشوفني بقى روميو وهوليوت ما اعرفش ايه هوليوت، بس الله المستعان. ففي حاجات الواحد بيشوفها غريبه والله العظيم. انا كان ليا واحد صاحبي ما بيصاحبش غير منتقبات، يخرج معاهم بقى وبتاع. فيعني الاخوات اللهم بارك اللي على الجاده اللهم بارك كثر، والخير في امتي كثر. ولكن في وسط اللي هم الكثر دولت اللي ماسكين على الجنب قلائل. هكذا الدين. فالواحد يعمل ده ويبقى عنده اللي هو صح، ملتحي، لا ملتحي بغض بصري، مش بذيء اللسان، مش بختلط بالنساء، مش بتساءل بكذا، ملتحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتحي. والله المستعان. نسأل الله عز وجل لكم ولنا الثبات، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم أن نبتلى ألا يبتلينا الله عز وجل فلا نصبر، ونسأل الله عز وجل أن يمد علينا بالخير فنشكر. الواحد مش قد بلاء ولا قد اللي هو يبتلى يعني، ولكن لضعف دين المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه رخوة يعني إيه البلاء يبقى خفيف كده. الله المستعان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. والدنيا مش موجودة عشان الواحد يبقى بيعمل كل حاجة وهو مبسوط، لا، واحد بيبتلى بيمتحن، اختبار زي الجامعة، هتخلص هنموت، محدش عارف هو هيموت امتى. فنرجو من الله عز وجل ان نموت على خير. ولو لم يثبت رجال وتثبت نساء، فالنساء لها فضل في الاسلام كما للرجال فضل، لما قام للناس لا دين ولا دنيا. تمام.
كما قال الحسن البصري: لو إنما كلما استصعب الناس شيئا تركوه ما قام للناس لا دنيا ولا دين. والله المستعان.